أكبر كدبة بتشوفها على السوشيال ميديا هي الفيديوهات اللي من النوع ده. الكلام ده علميا وميكانيكيا مش بيحصل بالشكل ده، والتمارين والحاجات اللي بتشوفها على النت هي بتشتغل بس بطرق مختلفة. لما بيحصل انزلاق غضروفي، الكارثة ما بتبقاش في بس ان الغضروف خرج، الكارثة بتكون ان الغضروف ده لما بيخرج بيعمل التهابات، والالتهابات دي بتعمل زي ضغط حوالين العصب، والضغط ده بيترجم على شكل ألم او اعراض بتنزل في رجلك. الاوضاع العلاجية في الاصل مش بترجع الغضروف قد ما هي بس بتفتح مساحة للعصب نفسه ان التغذية الدموية اللي داخلاله تزيد، وبالتبعية الالتهابات بتقل، فالامور بتوسع حوالين العصب. طب هل لو الوجع اختفى هل كده انت خفيت؟ للاسف لا، والمريض بيتخدع في الموضوع ده وبيرجع يكرر نفس الحاجات اللي جابت له الاصابه تاني، فبيحصل المشكله مره تانيه. الوجع وقت ما يقل واعراضك تستقر شويه، ده الوقت اللي احنا المفروض فيه بنبص على العصب اذا كانت الحركه بتاعته اتاثرت، ولو اتاثرت بيتعمل له بعض الحاجات اللي بتحسن حركته مره تانيه. وطبعا الحاجه الاخيره ودي مهمه جدا، وهي تقويه العضلات العميقه، ودي الحزام اللي موجود جنب الفقرات اللي بيحمي الفقرات بتاعه العمود الفقري. الخلاصة الأوضاع لوحدها ممكن تحسن الأعراض، لكن هي مش علاج كامل لحالتك. العلاج الكامل ليك هو تأهيل قوي يتحدد على أساس المشاكل اللي موجودة عندك، عشان المشكلة ما ترجعش مرة تانية وحالتك تبقى مستقرة. اكتب في التعليقات لو انت بتجيب تمارين من على النت أو بتعمل حاجة وبتحس ان انت حالتك بتنتكس مرة تانية.